شكون ما يحبش الكيك كيما هذاك اللي نشروه من المحلات؟ على بالي تقولوا لي باللي كامل ديروه ويخرج لكم هايل، بصح ماشي كيما اللي نشروه. على خاطر السر ماشي في المكونات، السر في طريقه التحضير وفي طريقه خلط المكونات. تبعوا معايا للاخير باش تعرفوا تاني السر اللي يخلي الكيك تاعكم مقسوم من الفوق كيما راكم تشوفوا. قبل ما نبدا نقول لكم سلام، واش راكم؟ انا فيفي، واليوم ندير معكم طريقتي المعتمده في تحضير الكيك. جيبوا ورقه وستيلو وكتبوا معايا المقادير. قبل ما نبداو ديروا جيم للفيديو، خليوا لي رايكم على هاد الوصفه في التعليقات، وما تنسوش ديروا ابوني هكذا يلحقكم كامل الجديد. نروحوا دوك المقادير وطريقه التحضير. راكم تشوفوا عندي هنايا 3 حبات بيض، عندي 150 غرام تاع السكر، واللي ما يحبش بزاف الحلاوه ينقص يدير 120 غرام. انا درت 120 غرام تاع السكر. عندي 70 غرام تاع الزيت، عندي تانيت كيما راكم تشوفوا 70 غرام تاع الحليب. هاي لك انا استعملت هذا الكاس تاع 220، الكاس هذيش لي يرفد لي 220. عندي 300 غرام تاع لافارين، وعندي زوج ساشيات تاع خميره كيميائيه لا لوفور شيميك يعني 20 غرام. عندي ملعقه صغيره تاع لافاني وزاج دو سيترون مبشور ليمون. نروحوا دوكا لطريقه التحضير. في ان ريسيبيون راني درت 3 حبات بيض هذوك كاملين، زدت لهم رشه ملح، نخلطهم شويه ونزيد لهم السكر، نطلعهم مليح بالباتور حتى يولي الخليط هذاك ابيض. شوفوا بالنسبه للبيض، الا كانوا الحبات تاعكم صغار فريمون ديروا 4 حبات، ولا كانوا متوسطين ولا كبار ديروا 3 كيما عطيت لكم في الوصفه هذه. هاولك الخليط اللي نتحصل عليه. مور ما نطلع مليح البيض مع السكر هذاك يذوب السكر، وهاو كيفاش يولي القوام تاعو واللون ديالو. من بعد نجي نزيد الزيت كيما راكم تلاحظوا، الزيت نديرو ما نديروش على ضربه، نديروه غير بشويه هكا ونقعد نخلط في نفس الوقت. كي نكمل المقدار تاعي تاع الزيت نفس الشيء للحليب، راكم تشوفوا في الفيديو راهو واضح جدا. هكذا نخلط المكونات كامل مع بعض، ونجيب الفارينه هذيك نزيدها في هذه المرحله هي الاخرى، هي مع لا لوفور شيميك. خلطتهم كيف كيف وغربلتهم في الخليط هذاك. نزيد نخلطهم حتى يتجانس كامل الخليط. هذه هي النتيجه اللي نتحصل عليها. اما هذاك لو زيت دو سيترون نديروه هو الاخر هكا باش يطلق مليح الريحه تاعو. هنا دوكا في هذا البول عندي شويه شوكولا، عندي شويه فيه زبيب، وتاني شويه مشماش مجفف قطعته صغير. درت لهم فرينه ونحيت هذيك الفرينه الزايده باش يعني الفرينه نديروها باش ما يحبطوش، ومن بعد هذيك للتحت في الكيك مور ما نطيبوه. نديرهم دوكا في لاباراي تاعي تاع الكيك، نخلطهم مليح بلا سباتول، ونجيب المول كيما راكم تشوفوا دهنته بالزبده ورشيت فيه الفرينه تاني باش ما يلصقش الكيك تاعنا. هاولك نفرغوا كامل الخليط الداخل ونحطوه دوكا يطيب في فرن كون سخنته ديجا من قبل. نديرو على درجه حراره على 170، يطيب واحد 45 دقيقه. يطيب من التحت ويتحمر من الفوق، يعني بلا ما تشعلولو. كي تحطوه يطيب كامل ويتحمر وحده، ما يصحش تزيدوا تشعلولو من الفوق ولا. هنا كاين واحد لاستوس نوريه لكم باش يجيكم كيما اللي تشريوه برا منفخ وعنده هذيك مشقوق هكذا في الوسط. شوفوا هاد الشقه هذه هي كيما راكم تلاحظوا راني درتها هكذا بالموس. دوك انا هنايا واش راح ندير في بوشادوي، ديروا فيها زبده يعني تكون بحراره الغرفه، وجوزوها كامل على هذاك الخط في الوسط تاع الكيك تاعكم. هذه هي النتيجه اللي تحصلوا عليها. حاولوا كيفاش يجي وحطوه دوكا في الفور باش يطيب. فوالا دوك انا نوري لكم النتيجه كيفاش يخرج. هاولك مور ما طيبتوه هاولك كيفاش يجي، وهاولك هذاك الخط اللي قلت لكم عليه تاع الكيك اللي يجي كيما اللي تشريوه من برا. هاولك الخط هذاك باين، الكيك تاعكم منفخ، والريحه واش نقول لكم غير سيوه ما تندموش عليه. بالنسبه للتزيين يبقى اختياري، كل واحد يزينو كيما يحب. وكملاحظه تاني خليوه يبرد مليح مليح باش تقطعوه. قلت لكم التزيين يبقى اختياري، انا رشيت عليه برك شويه سكر غلاس، سينو نتوما تقدروا تدهنوه بلا جولي وديروا له لي زاموند ايفيلي من الفوق، ولا ديروا له شوكولا كيما تحبوا. يعني قلت لكم تزيين اختياري. فوالا هذه هي الوصفه تاعنا. لحقنا نهايه الفيديو، نتمنى يكون نال اعجابكم. ما بقى لي غير نبقيكم على خير.